مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم نجوم على خطى النجومية. ويانا اليوم نجمة صاعدة عراقية شابة دخلت إلى عالم الفن منذ فترة، لكنها اعتلت أعلى المراتب ووصلت إلى طريق النجوم بسرعة فائقة. خلونا نتعرف على نجمتنا اليوم من خلال سؤالنا الأول بالبرنامج المعتاد، واللي هو راح يكون نتعرف على بطاقتك الشخصية. ليش حتسوي لي جنسية شنو؟ يعني هي نسوي لك جنسية والمشاهدين اللي يتعرفون عليك بلكي كلهم يسوي لك جناسي. يشرفني شك بها. أولا أني مثل ما عرفوني جمهوري بنت الرافدين دالي، مواليد العراق، 2/5/82. مغتربة عن بلدي صار لي فترة طويلة. متزوجة أم لا؟ لا. شوفي هذه المعلومة المفيدة. أعرف. طيب إيش عجب؟ أولاً يمكن شغلي أخذ هواية من وقتي. ثانياً أنا مو بعيدة عن، يعني مو بعيدة إنه أحب وإنه أتزوج، بس هذا الموضوع شوية ما راح يتوازن ويا وضعي حالياً، لأنه عندي هواية التزامات وعندي شيء بعدني ما حققته لازم أحققه، وهذا ما يمنع إنه يمكن فجأة وأوقع بالحب. توقعين بالحب واتزوج ونسمع الخبر انه دالي زوجة، بيصير عندي بابا. طيب دالي، شو وقت عرفتي انه انت تملكين الموهبة؟ كنت اغني بالمدرسة بين البنات، يعني من نقعد نغني وما اعرف شنو، فهم غنينا من نروح فد امسية او سهرة هم يساعدوني اغني فد اغنية، بس ما خليت الموضوع براسي، رغم انه اني والدي ووالدتي هم اصلا يعني فنانين، بس ما خليت الموضوع براسي. بس هي صارت ما ادري، سبحان الله. سبحان الله. لازم يصير فرخ الوز عوام. اكيد. طيب تذكرين شنو اول عمل رسمي قدمتيه؟ اول عمل رسمي للاطفال، لو اول عمل رسمي الي اني. إليش انت قدمتيه كعمل رسمي، اذا كنتي كطفلة او كبيرة او شوف هسه كعمل للاطفال، انا اول شيء بديتها من مسرح، غير عن الفرقة القومية اللي ببغداد، بالاردن بديتها من مسرحيات الاطفال. وأول عمل سجلته هو كان ألبوم للأطفال اسمه عراس بنت الخليج، ووراها نزلت أغنية، يعني هاي أول أغنية اعتبرت هي أغنية إلي ملكي أني، اللي هي يمشي حبيبي دلع. طيب هسه ايش راح نعتبر أول عمل رسمي إليش، أو أنت ايش راح تعتبرين أول عمل رسمي؟ يعني هو إذا نجي على أول عمل رسمي، أنا قلت لك من إذا بصمتي أول ما دخلت مجال الفن فهو مسرح الطفل، أو ما أقدر أقول الفرقة القومية من كنت ببغداد، لأنه أنا ما كنت أغني. ما كنت أغني. طيب اختاري لي أنت شنو راح تخليه أنت تعتبريه هو أول عمل رسمي، وأحب أسمع من عنده مقطع بسيط. شوف أول عمل رسمي عرف الناس على دالي، لو أول عمل رسمي نقول عرف الناس على دالي. سلام الله طبعا. سلام الله. أكيد. إذا ناخذ مقطع من سلام الله. رغم أني طبعا يعني مبين فلاونزا، بس راح أغني لك من فلاونزا ما أعتقد تأثر بيك. لا كلش تأثر. سلام الله على وجه تبسم يوم لاقاني، سلام الله على نظرة حنونة ورمش ما يبلى، مساني ومسيته وقال اهلا وحياني، هذه عادة الأجواد يلاقوا الضيف بالأهلة، يا ورد توهم فتح صغير السن ورياني، يناجيني وانا اقول له تراك من الحلا احلى. طبعا علي مو عليك. دارد اقول لك الله الله ما لحقت هاي علي مو عليك. خاف عبالك دا اغني وتصاورني عبالك الك. لا تخيلت هاي علي مو عليك من كلام الاغنيه، فاصبرني تيجي الشاعر اللي كتبها ما شاء الله، كتب كلام حلو وبعدين خربط. الشاعرة فاطمة العبادي. فاطمة العبادي نوجه لها تحية حلوة. طيب دالي، شنو آخر عمل قدمتيه؟ آخر عمل قدمت أوبريت للطفل العراقي اسمه عالم ثاني، أني والفنان قيس هشام وجه له تحية، والفنان سيف شاهين وجه لهم تحية طبعا خاصة لهم، ومن إخراج محمد خالد. عمل يعني كنت أحلم أنه أقدم عمل للطفل، وصارت الحمد لله وقدمت عمل للطفل. طبعا هذا صار العمل وراء آخر أغنية رياضية قدمتها، نزلت هذا الأوبريت والحمد لله
يعني هو ما صار له هسه فترة، يمكن صار له أسبوع نزل، بس أصداءه حلوة. طيب ناخذ من عنده مقطع؟ لو خلصان آخر مقطع انضاع. واحدة لازم تصير أكيد. لا تعليق. طيور من الجنة الأطفال حطوا بين قلوب الناس، أول بذرة حب زرعوها صار الحب أجمل إحساس. طيور من الجنة الأطفال حطوا بين قلوب الناس، أول بذرة حب زرعوها صار الحب أجمل إحساس. ما أغني لك أكثر حتى تروح تتابع الكليب أنت تشوفه. لا راح أشتريه، أنا مو أقدر أعيده. خبرت نطلع بين فترة فترة. شنو تطمح دالي الفنانة ودالي الإنسانة بالمستقبل؟ دالي الإنسانة تطمح أنه يكون عندها عائلة، وعائلة خاصة بها. طبعا ما أقصد عائلة أنه أكيد والدتي وأخويا الله يخليهم إلي موجودين، بس أطمح أنه يكون إلي عائلتي الخاصة بي، وأنه أظل يعني أنه فني ما ياخذني من دالي الإنسانة وما يغيرني. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى فاصل قصير ونواصل مع الفنانة دالي. شباب نسوي ستوب. دالي من سألتش قبل شوية قلت لك بطاقتك الشخصية وقلتي لي أكيد ما راح تطلعي جنسية. ما قلتي لي شنو برجك؟ برجي؟ خلي بيني وبينك الحكي. برج العالي، برج الثور. شنو مواصفات برجك تعرفيها؟ أي اللي هي؟ أول طبعا هي أنت ليش شنو برجك؟ أنا أجمع كل الأبراج. لا قل أجمع كل الأبراج. أنا ميزان. برج الميزان ما مبين عليك. برج الثور يعني معروف عليه أكيد. أول صفة طبعا من سلبياته أنه هو عنيد. لا أنا ما أحب المعروف عليه. أنا سألتك خارج الكاميرات، سألتك أنت شنو من الصفات اللي منطبقة عليك، من صفات البرج اللي تشوفيها منطبقة عليك؟ العناد. العناد. بعد؟ وحساسة زيادة عن اللزوم. زين شنو من صفاتك اللي مو موجودة بصفات البرج؟ صفات البرج؟ مو موجودة عندك هذه الصفة بس مو موجودة بالبرج. ما أعرف. أنت شنو عندك علم عنها؟ أنا هواي عندي علم. شنو هي؟ ليش مغرورة؟ مغرورة؟ أكثر من اللازم. غير أني دالي. إيه بس ماكو داعي تنغرين. دالي على عيني وعلى راسي. زين أنت ليش زعلان؟ مو زعلان. هسه أنا انغريت على جمهوري؟ طبعا. انغريت عليك؟ أكيد. قوية. أكيد انغريت على جمهورك. هاي قوية تلعب حديد. إيه. قوية بس ما شايلة هوية. إيه بس هواي مغرورة صدق. أولا راح نعطيك إياها النقاط. أنت مغرورة بدون ما ألاقيك أنا وأشوفك، وعرفت أنت مغرورة عن طريق اختيارك للتصوير وطريقة التصوير. تستعملين دائما سيارات فاخرة، تستعملين الهمر وغيرها على أساس أنه أني وشوفوني وشنو أني. دائما تستعملين التصوير بالكليبات أنه لازم تطلعين أنت بدون ما تستعملين قصة بيها. بغير هذا كنت أني ما مواجهش. لما ما واجهتش وقعدنا بلقاء وجها لوجه اكتشفت أنه طبعا هسه احنا ستوب كاميرات مو حتى أحكي براحتي. احكي براحتك يا شباب اسمحوا لي. لقيت وجه وجه لقيت للأسف أنه مو بس أنت يعني. أول شيء شنو نقاش هذا لو؟ هذا نقاش بيني وبينك لأن أنا معصب صراحة. معصب أكيد لأنه تأخرت عليك. لا هاي نقطة من النقاط اللي بعدني ما واصلها. لا شوف. بس معصب. شوف لا شوف هسه خلينا نحكي بصراحة. هسه خلينا نحكي هذا نقاش هسه ما لنا علاقة. هسه من تجي انت تقول لي تستعملين سيارات فاخرة. يعني ليش احنا بالذات كفنانين عراقيين من نسوي شيء تنحسب علينا نقطة؟ ليش من فنانات عربيات يطلعون وياهم موديل معروف اللي يطلع رونالدو واللي يطلع ما اعرف منو هاي ما تنحسب عليها، واللي يطلع وياها افخر سيارة، رغم انه هم هذول كلهم فنانات لبنانيات ماخذين كلهم سبونسرات على هذا الموضوع حتى تسوي دعاية. احنا هواية علينا هسه صارت اذا طلعنا صرت مغازة صار هذا غرور مغرورة.
تشوفين انه احنا شلون هذا بنحكي على غرور الفنانه اللبنانيه؟ تعتبره ليش غرور؟ حولنا علينا؟ احنا ليش ما نريد حول نقلدهم؟ لا احنا ما قلدنا احد، لو نريد نقلدهم كان قلدناهم بلبسنا، كان قلدناهم باغانينا بستايلنا. اوكي انت قلدتيهم شيء ثاني. لا كل انا واحد ما ياخذ قلدتهم. الخصله اللي يريدها ويريد لا ما يقلد. قلدتها، هاي اشياء مطلوبه بالكليب، لازم لا، ما نسوي، مطلوبة، ما لازم لها نسوي داعي. فد شيء افيه. لا ما لا لها داعي. لا ما هاي لها هاي داعي. لا انت ما ادري بيا عصر عايش. لا عايش بالعصر الحديث. والله ما اعتقد موجود. عصر نياندرتال انت. انا بعصر ما شاء الله. ايش تشوفين ايش لابس؟ قميص برتقالي مدري حني، هذا يعلن. حتى ماكو الوان؟ ما تشوفين ما تنجين حني الوان؟ هذا برتقالي والله ما ادري، بنزرقي. احتمال. بعد ما ادري ايش اقول لك الوان. شنو ما يلا خليها ما عندي. سكتة. هاي ايش اسوي؟ هذا مصاريف القناه وهاي اللي يقدرون يشتروا لي، ما يقدرون يشتروا لي. اشتموا مصاريف القناة، ما تقدر تشتري قميص انت غير لون؟ لا ما اقدر، انا مو من حقي انه البس. اكو مو من مسؤول عن حقك. برنامج. ويا هذا الاسود حلو. اكو مسؤول عن برنامج هو اللي يلبسني. صدق؟ مو مثلك اني. بغرورك وصلتي وبعنادك وصلتي وبتقليدك من اللبنان والغربي. لا ما وصلتي انا ما بحيث مقلده تقدرين لبناني أنت وغربي، تشترين وبعدين حتى وتلبسين لو اللي اقلد يعجبك. شكو بيا خلنا نتطور. ليش نتطور بالتقليد؟ ليش ما نطلع روحنا ما احنا؟ بقل انا ليش ما ما مقلد. نقدم احنا؟ زين انطيني كليب واحد انا مقلده بيه. هو انت شنو اللي ما قلدتي بيه؟ شنو هو زين مقلده بيه؟ شنو هو اللي ما قلدتي بيه حتى اقول لك كليب اذا هذا قول لي قلدتي شنو بيه. اللي انا قلدت بيه. ذكري لي كليباتك وقولي لي هذا قلدت. اوكي سلام الله. اي ما قلدتي بيه؟ هسه انا اذا اقول لك انا قلدت منه سلام الله، يلا اريد تنطيني كليب انا شو مقلده سلام الله. هذا النقاش ما راح يوصل لا للنتيجة. هسه انت ليش لا تتغالط نفسك؟ إيه لا هذا النقاش لا لازم ما لا يوصل تغالط للنتيجة. نفسك، دو قول لي. لا والله ماكو داعي اقول لك، لانه انت اللي تعرفين ايش دا اقصد، لذلك اجيت راسا اول على شيء احنا سلامة. شو وقت نبلش نكون ران حتى شويه نكون فريش يعني. لا انا متعلم انه من اقول كيو قدام أي. الكاميرا، يعني أي. من يجيني الاعاز بالتصوير فانقلب الوجه الثاني مو وارجع مو عند ما اريد أحكي البس وأقول- لك تشينكو انا قدام أقول العالم. نجمة وكذا. قدام العالم عيب. تلبسين تشينكو قدام العالم عيب. هذا مو اسلوب فنانه دا تناقش وياها. اسوي لك اكنهم هم كناهم هم هم. وتلبسي لي تشينكو. دا التقي فنانه تقول لي البس لك تشينكو. اذا انا كنت غلطان. قومي ما يعجبني اكمل وياك اللقاء. ولا انا عجبني اكمل، هو صدق سويت اللي جابك وخلاني اسوي اللقاء. انا وايد الف. انا من جدا اسفه بس انا شوي عصبيه.